كان اسمه محمد، شاب عنده 37 سنة، ملامحه فيها وقار الرجالة الكبار، بس عيونه دايما فيها حزن مش مفهوم. بيشتغل موظف حكومي بمرتب مش بيكمل نص الشهر، وبيشتغل كمان بعد الشغل في محل ملابس علشان يحاول يجمع قرش على قرش. محمد من سن 25 وهو بيحلم يتجوز، يفرح، يفتح بيت، يجيب أطفاله يناديونه ببابا، بس الحلم بيفضل يتأجل. كل ما يفتحه تتقفل في وشه أبواب كتير. الخطوبة الأولى فشلت بسبب الشبكة، الثانية وقفت عند قائمة العفش، الثالثة بسبب شقة تمليك ولا إيجار. وكل مرة الناس تقول له: عيب يا محمد، أنت كبرت، عيب تعيش لوحدك. وهو يسكت وهو عارف إن ما فيش حاجة في إيده. كان بيعدي من قدام قاعات الأفراح كتير، يقف للحظات يبص على الناس وهي بترقص، ويتخيل نفسه مكان العريس، بس بعد لحظة يكمل طريقه والدمعة في عينه بتتكلم بدل ما هو يتكلم. الغلا كان بيزيد والأسعار بتولع، وكل حاجة بقت صعبة. الشبكة بقت جرامات ذهب، الشقة إيجارها بيعدي نص المرتب، الناس عايزة عريس جاهز بكل حاجة. وفي وسط ده كله كانت قلوب الشباب بتتعب والنفسية بتنهار. محمد زي كتير غيره بدأ يحس إنه تأخر، إنه ناقص، إنه فشل في نظر المجتمع، رغم إنه ما عملش حاجة غلط. كل ذنبه إنه اتولد في زمن صعب. وفي يوم قعد مع والده راجل بسيط طيب وقال له: يا بابا، أنا تعبت، أنا مش عايز قصور ولا عرايس من الخيال، أنا عايز بس واحدة تشاركني التعب وتكون على قد قلبي مش جيبي. والده بص له وقال له: يا ابني، مش عيب تتأخر في الجواز، العيب إنك تستسلم، العيب إنك تفرط في نفسك علشان ترضي ناس بتقيس الرجولة بعدد العفش وعدد الفلوس في البنك. الكلام ده دخل قلب محمد، ومن يومها قرر إنه ما يقارنش نفسه بحد، وإنه يشتغل على نفسه ويستنى شريكته اللي تفهمه مش تحاسبه. وبعد شهور قابلناها بنت بسيطة شافت فيه رجولة الزمن الجميل، شافت فيه أمان، مش مجرد شقة أو شبكة. وافقت تتجوز في شقة إيجار، وفرح بسيط، وأهم من ده كله قلب كبير بيحبها بصدق. وتم الجواز، وكان فرح بسيط بس كله صدق. الناس تفرجت وقالت: إزاي يجوز بنت